اسالك سؤال وبجد عايز اجابه عليه. هو الجواز مظلم قوي كده يا جدعان؟ الهرشه السبعه. مش عارف اتكلم عن المسلسل ده خالص. بصوا يا جماعه، مريم نعوم ما بتدخلش تكتب اي مسلسل وخلاص. انا شايف دلوقتي ان هي اقوى سيناريست اصلا موجود على الساحه. كل المسلسلات بتاعتها بتناقش قضيه. جات لنا السنه دي بقضيه الجواز، اللبسه الكبيره. هو انت متجوزاني؟ بتعرض المشكله دايما بشكل يخلي المتفرج قاعد هو عارف يحكم كويس جدا، لانه هو عنده الصوره كامله، عنده هنا وعنده هنا، مش قادر يتحيز لاي حد. في نفس الوقت بتخلي المشاهد طول ما هو قاعد بيسال نفسه سؤال: هو الجواز فعلا مشكله كبيره؟ تلاقي ان كتابه المسلسل عماله تاخدك في احداث ان لا في حاجات حلوه ولا في حاجات وحشه. وده بالنسبه لي بيعتبر الدراما الواقعيه، الدراما اللي بتخلي المشاهد داخل قاعد معاهم طرف ثالث في الموضوع، مش قاعد مغيب، مش قاعد عمال يتلقي حاجه وخلاص، لا هو حاسس بحاجه معينه بتحصل. في وقت دراما في مصر بتتحول فيه ان هي دراما اكشن ودغدغه، كل مسلسل يدخل يكسر لي حاره وينط لي على عماره ويعمل لي خطر في سفاره ومش عارف يعمل ايه ويتكلم كده ويعمل كده، لا اصبح ان في مسلسلات عادي بتناقش قضايا عاديه جدا موجوده في البيت. قعدت كتير افكر ايه المشاهد اللي ممكن تتشال من المسلسل ملهاش لازمه، ما عرفتش. لقيت ان كل مشهد راكب صح في مكانه الصح. فاستاذنا الكبير باهر رشيد قدر يثبت حقيقي في مونتاج المسلسل ده. هعمل لكم مونتاج سهل قوي، بسيط قوي، بس صادم قوي. ومثلا من ضمن الحاجات اللي استغربت جدا فيها مشهد المواجهه بتاعت امبارح. ازاي المشهد ده اتعمل من غير موسيقى تصويريه؟ ازاي كريم الشناوي المخرج وباهر رشيد توقفوا كده اللحظه وقال لك بس انا لا انا هلعبه كده سك، مفيش مزيكا تصويريه، هعتمد على الممثلين ان هم يوصلوا كل حاجه حلوه. التمثيل، الكاست اللي موجود في المسلسل ده تحس ان هو كاست عادي، ولكن في الحقيقه هو كاست مش عادي. بدايه من محمد شاهين العبقري، من اول ما شفته تقريبا وانا قلت الراجل ده عنده امكانيات كتيره جدا بس محدش عارف يستخدمه ويوظفه. حقيقي الدور ده بين لنا 30% من اللي عند الراجل ده، لان اللي عند الراجل ده كتير جدا. في ثقافة تمثيل كبيرة، بصة بالعين او رفعة حاجب تخليك في غنى عن انفعالات كتيرة جدا، مشاهد كتيرة مش عايز احرقها للي ما اتفرجش، بس اللي بيتفرج يركز كويس قوي مع محمد شاهين ويركز كويس جدا وهو بيطلع الرياكشنات بتاعته ازاي. امينه خليل بقى بتدي الممثلات درس كبير جدا، وهو مش كلها ماشيه فيلر وبوتكس. انا مش هتكلم على تمثيل امينه خليل لاني بصراحه بحب تمثيلها جدا وبحب وقفتها وطلتها قدام الكاميرا، هاديه وعاقله ومثقفه وبتشرب الدور كويس. بس اللي حابب ان انا اتكلم فيه اكتر ان هي من الممثلات القلائل او رضيت ان هي تتنازل عن شكلها قدام الكاميرا. لسه والده، لسه قايمه من النوم، بتغير شكل وشها لحد لسه قايم من النوم، فبتمثل طبيعي، بتورينا وشها الطبيعي. في حين طبعا ان احنا بنتفرج على مسلسلات تانية كتير تلاقي ان مسلسل في الستينات بس فيه شويه فيلر موجودين في الشفايف، فقشطه دور فلاحه في قريه فتلاقي ان هي عامله ابتسامه هوليوود، البياض الناصع مع الفيلر والبوتكس. بحس ان كتر اللعب في الوشوش بيضيع اصلا سياق الدراما، يفصل المشاهد اصلا عن اللي هو بيتفرج فيه. علي قاسم بيمثل دور عبقري، بيمثل دور حقيقي بيبين كل الاليات اللي موجوده عند الراجل ده في التمثيل. على هادي، حتى انفعاله مش قوي. انا شايف ان علي قاسم اتطور جدا في التمثيل. اسماء جلال جابت الدور، وصلته كده على قدها بالظبط وقالت ان الدور ده بتاعي. كاست محترم بيقدم لنا حقيقي عمل محترم يليق ان هو يشتغل في البيوت، ويليق انه يتعرض على كل افراد العيله، ويخليك طول ما انت قاعد تفكر معاه وتفكر ازاي ما تقعش في الغلطات اللي هما بيقعوا فيها دي. فانا شايف ان هو مسلسل صحي جدا.